انت بكيفك تفطر بكيفك. شهر رمضان مو شهر اعتيادي، هذا شهر الله المبارك والمعظم، والصيام بيه واجب، مو بكيفك تفطر. اكو افطار بعذر شرعي، واكو افطار هتك حرمة وجسارة على رب العالمين. وبين الحاجة والاستخفاف فرق كبير. القرآن الكريم يعلمنا وين نوقف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ولما رب العالمين يقول كتب يعني فريضة وعهد وواجب، مو خيار ومزاج. والفرق بين العذر والاستهانة: رب العالمين رحيم وأجاز الأفطار للمسافر والمريض ولمن له عذر شرعي، لكن الأفطار المتعمد اللي بدون عذر ومو ضعف هذا استهانة بحرمة الشهر. تدرون شنو خطورة الإفطار المتعمد؟ هو كسر قدسية وهتك حرمة الشهر الفضيل، وترك عبادة وفرع من فروع الدين. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شهر رمضان المبارك من شعائر الله، والاستخفاف به دليل على خلل بالقلب قبل السلوك. شهر رمضان المبارك مو عادة اجتماعية ولا موروث شعبي، وكو ناس الصوم لأن المجتمع يصوم، مو لأن رب العالمين أمر، يعني على الواهس. ورغم كل شيء باب التوبة مفتوح، رب العالمين ما يغلق بابه. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الما يصوم ولا يصلي باب التوبة مفتوح، بس كن توبة نصوحة، مو كلمة توبة ندم وقضاء واحترام الما تبقى من حرمة الشهر. احنا مو واجبنا نفضح ولا نهين ولا نحكم على النيات، حاشا لله، بس واجبنا نذكر ونعظم الشهر ونحفظ قدسيته، لأن المجتمع اللي يستهين بشهر الله راح يستهين بكل القيم. وبالنهاية رمضان أمانة والصيام موقف، واللي يعظم هذا الشهر رب العالمين يعظمه، واللي يستهين به يخسر أكثر من ما يتصور. وجماعة الصيام بلا صلاة رجيم مقبول.